رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الأهلي أمام طلائع الجيش. كشف مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مدى صحة القرارات التحكيمية التي اتخذت في بطولة الدوري المصري وبالتحديد في الجولة الخامسة. ونشر الحساب الرسمي للجبلاية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رأي رئيس لجنة الحكام في القرارات التحكيمية، وأبرزها مباراتي الزمالك والمصري والأهلي وطلائع الجيش، حرس الحدود وبيراميدز. الحالة: منح الحكم ركلة جزاء للمسة يد داخل المنطقة بواسطة المدافع. قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة واتفق مع الحكم. رأي رئيس لجنة الحكام: اتفق على أن هذه مخالفة لمسة يد، لأن المدافع الذي يقف داخل منطقة الجزاء رفع ذراعه فوق مستوى كتفه ليجعل جسده أكبر لمنع الكرة من الذهاب للمرمى، ولأن هذه تسديدة على المرمى يجب إنذار المدافع بالبطاقة الصفراء. البنك الأهلي وإنبي. الحالة: منح الحكم ركلة جزاء بعد تنافس لاعبين على الكرة داخل المنطقة. قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى الحكم بالمراجعة الميدانية، فقام الحكم بعدها بتغيير قراره الأصلي إلى الإسقاط. رأي رئيس لجنة الحكام: اتفق مع حكم الفيديو حيث أن المدافع عند التنافس على الكرة لمسها بوضوح وقام بتغيير اتجاهها، وأي احتكاك بعدها هو احتكاك طبيعي بين اللاعبين. وعن طرد لاعب البنك الأهلي في المباراة، منح الحكم ركلة حرة لصالح الفريق المدافع بعد دفع مهاجم لمنافسه. قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة بعد هذا الخطأ نتيجة تنافس لاعبين على الكرة، وأوصى بالمراجعة الميدانية، وقام بعدها الحكم بطرد اللاعب بسبب التدخل العنيف. رأي رئيس اللجنة: اتفق مع حكم الفيديو لأن بعد الخطأ الأول المدافع يركل المنافس بوضوح من الخلف بقدم مرتفعة نحو الرأس. هذا الخطأ تم بخطورة وبقوة مفرطة غير ضرورية عند التنافس على الكرة. عن ركلة جزاء البنك الأهلي، سمح الحكم باستمرار اللعب بعد أن لعبت الكرة داخل منطقة الجزاء واصطدمت بذراع المدافع. قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى بالمراجعة الميدانية، وبعدها غير الحكم قراره واحتسب ركلة جزاء. رأي رئيس اللجنة: اتفق مع حكم الفيديو حيث أن الكرة لعبت داخل منطقة الجزاء من مسافة بعيدة، وقام المدافع بتحريك ذراعه متعمدا لمنع الكرة من الذهاب لمنافسه. الأهلي وطلائع الجيش. القرار: احتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة خطأ من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء ضد المهاجم. قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى بالمراجعة الميدانية، وبعد المراجعة قام الحكم بالإبقاء على قراره الأصلي بركلة جزاء. رأي رئيس اللجنة: اتفق مع منح ركلة جزاء لأن حارس المرمى بعد سقوط الكرة ذهب بوضوح للمهاجم وقام بدفعه. الداخلية وفيوتشر. الحالة: منح الحكم ركلة حرة وبطاقة صفراء بعد تنافس لاعبين على الكرة. قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى بالمراجعة الميدانية، فقام الحكم بعدها برفع البطاقة الصفراء إلى الحمراء نتيجة اللعب العنيف. رأي رئيس اللجنة: اتفق مع حكم الفيديو حيث أن التنافس كان بسرعة وقوة عند اصطدام أسفل الحذاء بكاحل القدم. هذا التنافس يعرض سلامة المنافس بوضوح للخطر
ويستوجب البطاقة الحمراء. الزمالك والمصري. عن مطالبة المصري بركلة جزاء، سمح الحكم باستمرار اللعب بعد تنافس لاعبين على الكرة داخل منطقة الجزاء. قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة واتفق مع قرار الحكم باستمرار اللعب. رأي رئيس اللجنة: اتفق مع الحكم حيث أن المدافع لعب الكرة بوضوح مما غير اتجاهها بشكل واضح قبل احتكاك بين اللاعبين.